اللي حصل لنا في الخروجه دي ما حصلش قبل كده. تعالوا شوفوا الاخوات لما بيغيروا من بعض بيحصل ايه. النهارده في فيديو جديد، حطوا لايك لو لسه ما حطيتوش، وتعالوا معانا في فلوج في راس البر. ان شاء الله الفلوج يكون عند حسن ظنكم، واتمنى من صحابي ان هم يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس علشان يوصل لهم مني كل جديد. وتعالوا خدكم كده الفلوج الجميل ده وشوفوا البغبغانات والقرود مش عايزه اقول لكم الاسود وكمان التعابين. اقول لك اخدهم يلعبوا مني. تروح انت تبص وتيجي. وفي الوقت ده هم راحوا علشان يلعبوا، وافتكروا بقى ان انا هروح ومش هرجع دلوقتي اتاخر عليهم. لا، انا ما كملتش دقيقه ورحت اتفرجت وشفت وقلت لا انا هكمل معاهم، ورجعت لهم على طول. انا بس خدت لفه كده وشفت بقى ايه المحلات، ولقيت الدنيا زحمه وهمشي لوحدي بصراحه. يعني ما بعرفش ان انا امشي لوحدي، فقلت ايه ارجع لهم واتفرج عليهم هما بيلعبوا، واشوف بقى ايه، اقعد ازقز لب ولا اعمل اي حاجه. وهتشوفوا دلوقتي المناظر الجميله اللي انا شفتها. انا اول مره اخد بالي من شكل المراكب اللي انت هتشوفوها معايا دلوقتي. بصوا بقى، هنا ده محل عيد للملابس الاطفال ومايوهات وحاجات وكابات، وكمان جنبه يعني شويه محلات كده بيبيعوا ايه، حاجات كتير للكبار وللصغيرين. بصوا هنا على النيل تلاقوا كل حاجه عينك تتمناها، يعني اللي نفسك فيه هتلاقيه. برضو بيبيعوا حاجات للمطابخ وللعرايس، يعني كل حاجه. انا بقى بهتم بحاجه الاطفال، انتوا عارفين ملكه واياد. هنا بقى كنت بتفرج على المايوهات، وزي ما انتم شايفين الحاجات بتاعت البنات. انا بحب قوي حاجه البنات وباخد بالي منها اكتر من الولاد، وده مش ظلم لاياد، لا، بس انا علشان انا بميل اكتر لحاجه البنات. والولاد بحس ان هم بحب اتفرج واختار، بس البنات حاجاتهم بتلفت نظر اكتر. المهم بقى قعدت اتفرج وقلت اصور لكم الاسعار. زي ما انتم شايفين انا بقى مش هقول لكم الاسعار نار، بس يلا شغال. وبعدين بقى ايه، رحت لهم رجعت لهم، مش هسيبهم طبعا. ولقيتهم بقى ايه، لعبوا كام لعبه ورايحين هنا يتزحلقوا في الزحليقه دي. بصوا دي اكتر لعبه انا بسيبهم بقى قصادي يلعبوا براحتهم تقريبا كده نص ساعه، وبعدين انا ببقى قاعده قصادهم الناحيه التانية على النيل، وبقعد ازقز لب واتفرج على المراكب وبطمن عليهم وهم قصادي. يعني فلعبه حلوه ومريحه، ما فيهاش لف بقى ورحنا فين وجينا منين والكلام ده كله، غير العجل. لا خلي الشراب. عايزه اقول لكم ان الاحوال لحد هنا تمام خالص، والامور طبيعيه جدا، وبيلعبوا عادي، والدنيا حلوه وجميله، وبيحبوا اللعبه دي اصلا، فطلعين ومتحمسين، ومفيش حاجه احسن من كده. ايه ابني بس كان شايل هم الشراب وان انا اقلعهوله ويلبسه تاني بعدين وكلام من ده يعني. فالمهم احنا طلعنا بس، واحنا مروحين بقى على اللي حصل لنا. وطبعا هتشوفوا بعينيكم وهم ما شاء الله تبارك الله بيتشكلوا مع بعض على اتفه الاسباب، ودي طبعا غيره. يعني هما الصراحة مش في العادي ان هما بيغيروا كده، بس الحاجات الحلوة اللي هما بيحبوها وبيشبطوا فيها، وحاجات تافهة جدا وما تستاهلش خالص ان اتنين يتشكلوا عليها. المهم ان احنا هنكمل الفلوج مع بعض، وهتشوفوا دلوقتي هيعملوا ايه واحنا هنتصرف ازاي. انا بقى تصرفي غير تصرف كل البشر، انا ما بخافش، مش علشان في الشارع حد هيعلي صوته ابدا، انا ام حازمة. المهم ان انا طبعا بهزر، بس انا حاولت اسيطر وعرفتهم ان عادي كل واحد وحظه. والمهم كملنا يومنا وعدى على خير، بس الصراحة الغيرة دي وحشة قوي. وهنا بقى عايزاكم تركزوا معايا وتشوفوا معايا المنظر الجميل ده، منظر المراكب وهي بتلف كده بجد يا جماعة، والأضواء بتاعتها بصراحة على النيل تحفة تحفة تحفة. أهم حاجة عايزاكم تحطوا لايك، اوعى تكونوا نسيتوا.
عايزه اقول لكم بقى ان احنا في اليوم ده روحنا تقريبا كده الساعه 3:30 الليل، اللي هو كان فاضل نص ساعه على الفجر. يعني سهرنا سهره، انما ايه، بصراحه كنت اول مره اسهرها من زمان. انا بحب اوي اسهر على النيل او على البحر عامه، راس البر عامه، اي مكان فيها تسهري فيه حلو قوي، بس المكان الافضل ليا هو على البحر الصراحه. المهم ان القعده هنا برضو ما كانتش وحشه خالص، كانت ونس كده وناس راحه وناس جايه، وده احلى حاجه على النيل، ان في ناس كتير ودوشه، وتحس كده ان انت مش لوحدك. لو عايزه روقان بقى، لا روحي على البحر في هدوء، مفيش يعني دوشه زي ما انت شايفه كده. بصراحه البحر بيبقى هادي خالص، علشان كده انا بفضل القعده على البحر اكتر. المهم بقى ايه، انا قعدت هنا وجوزي كان راح يجيب لنا بقى لب وفول وحاجات حلوه من اللي احنا بنحبها، نسلي بها نفسنا لحد ما هما ما يخلصوا لعب، وبعدين بقى نكمل الجوله بتاعتنا. ومش عايزه اقول لكم بقى ان احنا بناخد تقريبا من هنا لحد اللسان، يعني من النيل لحد اللسان جوه. اللسان ده بقى مكان مميز جدا، ان شاء الله باخدكم جوله فيه باذن الله، بس ده متوقف على التفاعل بتاعكم. لو انا لقيت تفاعل على الفيديو ده ان شاء الله اصور لكم اللسان وام اللسان واللي جابوا اللسان. ما لقيتش تفاعل، ان شاء الله هيكون اخر فلوج معاكم، وانتظروا الفيديو الجديد. ايه هي الفكره مش عارفه. وهنا بقى بدأت المشاكل، شوية مليكة بتزقني، شوية اياد بيزقني، شوية الولد ضربني، شوية مش عارفة ايه اللي حصل. وطبعا طبيعي ووارد يعني، فاحنا عندنا طولة بال هنا وتجاهل محدش يتوقعه. بس طبعا جوزي كل شوية اقول له روح شوف ولادك، روح شوف ولادك، فيعني هو تعب من المشوار الصراحة. بس عايزه اديكوا تنبيه مهم جدا بالنسبه للعبه المزحلوقه دي، لان هي خطر الى حد ما. لازم تاخدوا بالكم من ولادكم ازاي بيلعبوا عليها، ازاي بينطوا، ازاي بيتدحرجوا بقفاهم ولا بوشهم. عامه مش هتفرق، بس النطه بتاعتهم بتفرق، لان ممكن حد فيهم بيكون بينط نطه غبيه، فبدل ما ينطوا جوه ينطوا بره، ينطوا بقى على الارض. بقى هنا بقى اللب، انا كنت بتسلى وجوزي بيأدي مهمته رايح جاي كده عليهم، وانا قاعده عايشه اللحظه مع اللب الجميل اللي هو جايبهولي. انا بعشقه بصراحه، يعني انا مدمنة لب ابيض بامانه. مفيش اسهل من كلمه معلش، دي الكلمه اللي انا بقولها دايما وانا ماشيه معاهم، وبحاول اهدى اعصابي. المهم تشوفوهم تحسوا ان هم محتاجين يستحموا، يعني هم عرقوا وتعبوا بصراحه من كتر اللعب. هنا بقى نيجي لمرحله اللبان ابو 2 جنيه اللي مطلع عينينا ده. هنا هم دفعوا الفلوس من فلوسهم، وفي النهايه اتشكلوا على لون اللبانه، كل واحد فيهم عايز اللبانه بتاعته. يعني بصراحه احنا ربنا يعيننا. هنا مليكة بدأت تتخنق وحاسة ان هي يعني جابت اخرها. مليكة بتضحي يا جماعة، والله بتضحي، يعني ان هي تخرج كل الفضة اللي شايلاها، لا كده بتضحي. بيكلمني وقال لي وبعد بقى ما طلعت لها الكوره، عايزه اقول لكم ان هي كانت فاكره ان هي مجرد كوره كده، بس طلع جواها حاجات، بيكسبوا جواها حاجه. وانا كنت فاكره ان هي كوره برضو مطاطيه وبيقعدوا يرزعوا فيها دي وتقعد تنط. فهنا بقى اكتشف ان هي بيبقى جواها لعبه. اياد خد كوره، ومليكه المفروض انها تطلع لها الكوره كمان. المشكله بقى ان الحاجه اللي جواها اختلفوا عليها.
زي ما انت هتشوفوا هو كل واحد كسب حاجة. المفروض مليكة تاخد الحاجة اللي اياد كسبها، واياد ياخد الحاجة اللي هي كسبتها. فتحتها صعبة. مش عايز افتحها يا ده طبق. شوفها جنبك تاني. انت الخفيف. خد انت الخاتم يا مليكة. يلا يا جيزة. تفتكروا بعد الموقف ده كان المفروض يحصل ايه؟ الشاطر يقولي. الصراحة أنا شايفة إن المفروض إن مليكة كانت تقول له نلعب مع بعض شوية، يعني تلعب بالصفارة شوية وأنا ألبس الخاتم شوية. بس مليكة بنتي كانت بصراحة أسلوبها صعب يعني. فإيه زعل زي ما انتوا عارفين وماشي مقموص وزعلان. فإبراهيم حب إن هو يراضيه وجاب له اللعبة اللي هو حبيبها. احنا دلوقتي المفروض هنتمشى قدام شوية على النيل وندخل بقى محل الألعاب ونجيب لهم كل واحد لعبة علشان نراضيهم بدل الحاجات الفاضيه اللي هم جابوها. على فكره انا ضد جدا الحاجات التافهه دي، حتى البيضه الكاندي اللي هو جواها العاب والكلام ده كله بحس ان هي تضييع فلوس على الفاضي. بس للاسف برضو بنضطر ان احنا نجيب علشان نرضيهم ويجربوا زيهم زي الاطفال. ما علينا. احنا دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين بيتمشى، وهفرجكم كده على الشارع والحاجات اللي فيه، وان شاء الله يكون فلوج حلو. اهم حاجه اوعى تنسوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه اول مره تشوفونا. اجيب لك الاسود. ايوه مسلمه الخطاب فوق.
ماليش عليها هاتكم كيجي كله ساعة. لا لا يا بحط بنزين حطيتها 98. وبكده نكون خلصنا فلوج النهارده. اتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تحطوا اللايك، ولو انتوا اول مره تشوفوا قناتنا اشتركوا في القناه علشان يوصلكم مني كل جديد، وهستناكم تقولوا لي ايه اكتر حاجه حبيتوها في الفلوج بتاعنا ده.